وليد الركراكي يتحرك لاستعادة حكيم زياش وتوحيد صفوف المنتخب قبل فوات الأوان. أكدت مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب المغربي أن المدرب وليد الركراكي عازم على حل الأزمة التي نشبت مع اللاعب حكيم زياش بعد أن قام الأخير بحذف صوره مع المنتخب الوطني من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتقد أن هذا التحرك المفاجئ من زياش جاء نتيجة خلافات غير معلنة أو توتر في العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني، وهو ما أثار قلقا واسعا لدى الجماهير المغربية التي تتطلع لرؤية فريقها موحدا قبل خوض غمار البطولات المقبلة. الركراكي الذي يواجه تحديات كبيرة في إدارة المنتخب المغربي اتخذ خطوة حاسمة بالاستعداد للسفر إلى تركيا، حيث يلعب زياش حاليا في صفوف جالاتاسراي. يهدف الركراكي من خلال هذه الرحلة إلى لقاء اللاعب شخصيا وفهم الدوافع وراء تصرفه الأخير، سعيا منه لإعادة الأمور إلى نصابها قبل بطولة كأس أفريقيا 2024. تعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الركراكي لبناء علاقة قوية مع لاعبيه وضمان تحقيق الانسجام المطلوب داخل الفريق، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر المنتخب في المستقبل القريب. لم يكن هذا الموقف أول أزمة يواجهها الركراكي منذ توليه تدريب المنتخب، ولكنه يعكس التزامه بحل الخلافات بشفافية وسرعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا اللقاء في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة وأن زياش يعد واحدا من أعمدة المنتخب المغربي ولاعبا محوريا في تشكيلته. إلى جانب محاولة حل الخلاف مع زياش، يخطط الركراكي أيضا للقيام بجولة أوروبية للقاء عدد من اللاعبين المغاربة المحترفين في الخارج بهدف الاطمئنان على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا. تشمل الجولة زيارة لأندية مانشستر يونايتد الإنجليزي للاطمئنان على نصير المزراوي البالغ من العمر 26 عاما، ومدافع كريستال بالاس شادي رياض البالغ من العمر 21 عاما، بالإضافة إلى متابعة إبراهيم دياز البالغ من العمر 25 عاما الذي يلعب في صفوف ريال مدريد، ونايف أكرد البالغ من العمر 28 عاما الذي يلعب مع ريال سوسيداد. يأتي هذا التحرك من الركراكي في إطار سعيه لتوفير أفضل الظروف للاعبي المنتخب المغربي وضمان استمرارية تحضيرات الفريق دون مشكلات داخلية، بهدف التنافس بقوة في البطولات المقبلة. يذكر أن الركراكي يحرص دائما على التحدث مع اللاعبين بشكل شخصي وفردي لضمان انخراطهم التام في خططه الفنية، ما يعزز من فرص نجاح الفريق على الساحة القارية والدولية. الخطوات التي يتخذها المدرب المغربي ليست فقط لإدارة الفريق فنيا، ولكن أيضا نفسيا، حيث يسعى دائما لتقليل الضغوط على اللاعبين وخلق بيئة إيجابية داخل المجموعة. هذه الجهود تنعكس بشكل واضح في أداء الفريق على أرض الملعب، حيث حقق المنتخب المغربي تحت قيادة الركراكي نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة، ما يزيد من التوقعات بتحقيق نتائج مميزة في كأس أفريقيا القادمة. وفي سياق متصل، تتزايد التوقعات بشأن الدور الذي سيلعبه حكيم زياش في حال تمت المصالحة مع الجهاز الفني وعاد إلى التشكيلة الأساسية. زياش الذي تألق في السابق مع المنتخب الوطني يعتبر من اللاعبين القادرين على تغيير مجرى المباريات بفضل مهاراته الفردية العالية وخبرته في البطولات الكبرى، وهو ما يجعل عودته إلى صفوف المنتخب أمرا ضروريا لتحقيق التوازن المطلوب في تشكيلة الركراكي. علاوة على ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أن الركراكي يسعى لخلق بيئة تنافسية صحية بين لاعبيه، حيث يريد التأكد من أن جميع اللاعبين يحصلون على فرص متساوية للمشاركة في المباريات دون أي تمييز أو محاباة. وهذا ما جعله يقدم على اتخاذ خطوات مثل التحدث مع اللاعبين في جولات خارجية لمتابعة حالتهم البدنية والذهنية استعدادا للتحديات المقبلة. بشكل عام، من المتوقع أن يسهم هذا الجهد الكبير من المدرب وليد الركراكي في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الفريق، سواء من ناحية توحيد صفوف اللاعبين أو تعزيز جاهزيتهم البدنية والنفسية للمنافسات القارية. شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم المحتوى الذي نقدمه، لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب ومتابعة الصفحة لتكونوا أول من يتوصل بجديدنا. شكرا لمتابعتكم ودعمكم، ونراكم في الفيديو القادم.